كل عام جديد نفس الحكاية تتعاود. نديروا قائمة طويلة عريضة تاع أهداف وقرارات، وبكل حماس نقولوا هذا العام خلاص راح يكون مختلف. بصح قبل ما يكمل شهر جانفي نلقاو روحنا ولينا لنفس العادات القديمة. اليوم راح نحكيو على طريقة مختلفة كومبلي للتخطيط. هذا هو السؤال اللي حيرنا كاملين، وعلاش ديما يصرى هكذا؟ المشكل صدقوني مشي فينا ولا في الأحلام تاعنا، المشكل راهو في الطريقة اللي نخططوا بها. تبعوا معايا مليح في هذا الشرح باش نكتشفوا مع بعض السر اللي بالك ما قالوه لكمش. مالا في الدقائق اللي جايين راح نمشي خطوة بخطوة في رحلة بدل نظرتنا للتخطيط. راح نبدأ من فهم المشكل ونوصلوا في الأخير كيفاش نبني حل كامل يركز على الإنسان مش على الآلة. النقطة الأولى هي مفارقة التخطيط، يعني المشكل مشي في إننا ما نخططوش، المشكل في النوع تاع التخطيط اللي تعلمناه، هداك التخطيط الجامد اللي يشوف فينا كي شغل دير مبوه، ما نتعبوا ما نتبدلوا ما نمرضوش. شوفوا مليح هذه المقارنة هنا. من جهة التخطيط التقليدي يحاول يتحكم في المستقبل ويفترض أننا ثابتين ما نتبدلوش، ومن جهة أخرى كاين التخطيط الواعي اللي هو فعل تاع وعي باللحظة الحالية. هذا النوع يعترف بأننا بشر نتبدلوا نضعفوا ونقواو، وهنا نقطة البداية تتبدل من واش راني حاب نحقق إلى واش راني نعيش صح دوكا. وهنا نوصلوا للصح للأساس. التخطيط الحقيقي ما يبداش بقائمة تاع طموحات وأحلام خارجية، لا، يبدأ بنظرة عميقة لداخل، بمعرفة النفس. هذه المقولة تلخص كل شيء. تخيلوا معايا، تقدر ترسم خريطة بلا ما تحدد نقطة البداية تاعك وين راهي؟ مستحيل. هكذاك التخطيط لازم تعرف الحاضر تاعك بكل تفاصيله قبل ما تبدأ ترسم مستقبلك. أول خطوة في الوعي بالذات هي الصراحة. لازم نكونوا صريحين مع روحنا. سقسي روحك سؤال واحد: العام اللي فات وش هي الحاجة اللي كلت لك طاقتك صح؟ هل كان استنزاف ذهني عاطفي ولا اجتماعي؟ كون صريح، هذه الإجابة هي المفتاح. وقبل ما تكتب أي هدف جديد حبس وسقسي روحك هذا السؤال مليح. بزاف من أهدافنا في الحقيقة هي مجرد محاولات باش نثبتوا حاجة للناس ولا باش نهربوا من شعور بالنقص. إذا ما قدرتش تدافع على الهدف هذا بينك وبين روحك، صدقني راح يولي عبء عليك مش يدافع. وكاين فكرة خير من قائمة طويلة تاع أهداف. خير كلمة واحدة برك تكون هي البوصلة تاعك هذا العام. كلمة كيما هدوء مثلا أو شجاعة أو بساطة. هذه الكلمة راح تكون هي المرجع ديالك في كل قرار تاخده. خلاص فهمنا العلاش، دوك نروحوا للكيفاش. كيفاش نطبقوا هذا الشيء؟ جودة الحياة تاعنا كاملة تتعلق بالإيقاع تاع أيامنا. حياة مليحة هي في الحقيقة مجموعة تاع أيام مليحة ومتوازنة. على بالي بزاف منا كي يسمع كلمة تنظيم ولا جدول يحس روحه راح يدخل للحبس. بصح اسمحوا لي نقول لكم الفكرة خاطئة. الجدول هو الحرية المنظمة. فكروا فيها كما الجنينة، إذا خليتها بلا نظام راح يغلبها الحشيش الدار، بصح استعتنيت بها ونظمتها راح تولي جنة. هكذا هو وقتك. وهذو هما الأركان ولا المحطات الخمسة اللي لازم نفوتوا عليهم باش يكون يومنا صح متوازن. مش لازم ديرهم كامل من النهار الأول، بصح لازم يكونوا في بالك. كل ركن فيهم ضروري للتجربة إنسانية متكاملة: الجسد، العقل، القلب، الروح والعلاقات. بنينا الأساس وعرفنا الإيقاع اليومي، دوكا جاء الوقت باش نحطوا مخطط استراتيجي للعام كامل. كيفاش نربطوا هذا الشيء ونحولوا معرفتنا برواحنا لخطة عملية. وهنا وين يطيحوا أغلب الناس في الفخ. أكبر غلطة ممكن نديرها هي الطموح الزايد عن اللزوم. تكتب 20 هدف وفي الأخير ما تحقق والو، لأن الكثرة تشتت الطاقة وتخليك ما تتقدمش. السر مشي في الكثرة، السر في التركيز. شحال من هدف لازم؟ 10؟ 5؟ لا 3. سمعتوا مليح، 3 أهداف كبار ورئيسية للعام كامل. هذا مكان، هذا التركيز رح يضاعف من احتمالية نجاحك فيهم. بصح الهدف ما لازمش يبقى هدرة في الهواه، لازم يولي مشروع واضح. مثلا هدف كيما تعلم المونتاج يولي مشروع إنتاج 12 فيديو هذا العام. هنا الهدف ولا عنده بداية ونهاية ومخرجات نقدر نقيسها ونشوفها. وهذا هو النظام اللي يخلي كل شيء يمشي. تبعوا معي مليح. أولا قسم العام على 4 فصول، هكذا الأهداف الكبيرة تبان قريبة. ثانيا حول المشاريع لأنظمة يومية، مثلا ساعة تعلم كل يوم. ثالثا صمم أسبوعك بأيام للخدمة وأيام للراحة. والأهم من كل هذا دير مراجعة أسبوعية ثابتة ما تتنازلش عليها باش تعرف وين راك وتصحح المسار.
دوكا بعد ما حكينا على كل هالتفاصيل لازم نرجع للقلب تاع الموضوع. الخطة لازم تكون إنسانية، لازم تعترف بضعفنا وقوتنا كبشر. لما تخطط وكأنك آلة راح تنهار مع أول مشكلة يواجهك، لكن لما تخطط وانت حاطط في بالك إنك إنسان قادر تغلط وتتعب وتمرض، راح تبني خطة مرنة تكبر معاك ماشي تنقلب عليك. وحتى كلمة انضباط لازم نعاود نفهموها صح. الانضباط الحقيقي ماشي أنك ما تطيحش كامل، هذه مستحيلة. الانضباط الحقيقي هو في الطريقة اللي تنوض بيها كل ما تطيح، ماشي أنك تجبر روحك، بل أنك ترجع للمسار بلطف وبلا ما تحكم على روحك بقسوة. وهذه هي الخلاصة بتاع كل شيء. الهدف من التخطيط هو إنك تبني حياة تقدر تعيشها وتكون مرتاح فيها، مش بس توري للناس ولا تثبت لهم حاجة. وإذا قدرت تدير هذا الشيء حتى ولو ما تحققتش كل الأهداف، رح تكون ربحت الحاجة الأهم، علاقة سليمة وصحية مع نفسك. وفي الأخير نخليكم مع هذا السؤال، بعد كل هذه الهضرة اللي سمعتوها، وشنو هو أول قرار ولو كان صغير رح تحطوه في خطتكم الجديدة؟ التغيير ما يستناش، الرحلة تاعكم تبدأ دوكا ماشي غدوة، بخطوة صغيرة اليوم. شاركونا في التعليقات أول قرار تاعكم، هكذا نلهموا بعضنا كاملين. وكل عادة إذا عجبكم المحتوى واستفدتوا منه، الدعم تاعكم يهمنا بزاف. ما تنسوش ديروا جام للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا هذاك الجرس باش يوصلكم كل جديد. يعطيكم الصحة ونتلاقوا في الشرح الجاي.